وأطيب أكلة لازانيا على طريقتي أنا. تعالوا معي نحضر الطريقة سوا. بمقلاية على النار بدنا نحط زبدة وزيت زيتون ونحط كيلو لحمة. حطيته بهالطريقة ما بدي حركه أبدا، بدي إياه ينلدع. هاي الحركة ضرورية باللازانيا وبتعطيها نكهة كتير طيبة. بحمرهم من الطرفين، بس اتأكد انه اللحمة تحمرت من الطرفين ببلش فرفطه. بدي بهرها بملح وفلفل أبيض وهار مشكل وجوز الطيب. ومثل ما قلت لكم فرفت اللحمة منيح، وهلا بنقلها لصحن جانبي. بنفس الصينية بحط شوية زبدة وزيت زيتون وبقلب الريحان والأوريجانو. أنا جبتها بهارات إيطالية جاهزة من العطار، بس تطلع ريحتها بحط عليها بصلتين كبار مفرومين ناعم. بقلبهم شوي ليدبلوا، كمان بضيف عليهم 5 سنان توم. وبس كمان يدبلوا بحط عليهم شي 3 أو 4 جزرات، يا مخرطين ناعم أو مبروشين، معلقتين رب البندورة. آخر شي كيلو بندورة مفروم أو مضروب على الخلاط. بظبط الملح وبغطيها لحتى تتعقد وتستوي. بعدين برجع بضيف عليهم اللحمة، بتركهم يغلوا غلوتين وبحطهم بعدين على جنب. هلا بدي جهز البشاميل. عندي 7 معالق صغار مقوبعين طحين. بدي حمصه شوي قبل ما احط الزبدة لتطلع ريحته. بدي احط عليه تقريبا شي 60 جرام زبدة، يعني اكتر من نص اصبع. بس تدوب الزبدة مع الطحين بخليهم يتحمصوا شوي. بعدين بدي نزل عليهم الحليب بحرارة الغرفة. وانا هون عم نزل شوي شوي وحرك مشان ما يكبتل الطحين. بتنزل شوي شوي لحتى يدوب الطحين بقلب الحليب، وساعتها بنزل الكمية كلياتها. أنا هون عندي 7 كاسات حليب. وقلت لكم لكل كاسة حليب بدي معلقة صغيرة مقوبة طحين. هون حطيت بودرة ماجي، فيكن تحطوا ملح وبس، هذا الشي بيرجع لكم، وجوز الطيب وفلفل أسود. وبحرك وعلى النار بخليهم على نار هادية هيك لحتى يتقل عندي القوام. بضيف عليهم كاستي كريمة. أنا بحب ضيف عليهم كاستي كريمة طبخ، بتعطي نكهة كتير طيبة للبشاميل. قوام البشاميل ما بدي اياه يكون سميك ولا بدي اياه يكون خفيف. حسيتوه انتو طلع خفيف معكم، فيكن على جنب تحلوا طحين بشوية مي وتضيفوا بالتدريج وتحركوه وهو على النار حتى توصلوا للقوام اللي بدكم اياه. بالجات البايركس او اي جات عندكم بحط اول طبقة الحشوة، بعدين البشاميل، بعدين المعكرونة، ومالي سالقتها لانه هي هيك رح تنسلق بالبشاميل. بكرر الطبقات لآخر طبقة عندي بخليها بشاميل. وبحط على الوش جبنة موزاريلا. فيكن تحطوا شيدر اشقوان، هذا الشي بيرجع لكم. بدها ساعة كاملة بفرن بدرجة حرارة 180. طبعا هلأ ما رح اقطعه، رح اتركها ترتاح من ربع ساعة لنص ساعة. وهيك صارت جاهزة للتقديم. ريحتها بتغوب على القلب. جربوها رح تدعولي كتير طيبة. وصحتين.